تمت المهمة بنجاح. العميد وصل مصر لكأس العالم. ألف مبروك جمهور منتخب مصر، ألف مبروك مصر. مصر بتفرح النهاردة بوصول منتخب مصر لكأس العالم تحت قيادة العميد حسام حسن. طبعا الجمهور فرحان وفرحة كبيرة جدا. كنت أتمنى أن المباراة دي تكون في مصر، تكون في استاد القاهرة عشان الناس كلها تفرح ومصر كلها تكون ملتفة حول الكابتن حسام حسن وجهازه الفني ولاعيبة منتخب مصر. جمهور طبعا كبير، وتألق إبراهيم عادل النهاردة وفرحة الجمهور المصري في المغرب. إبراهيم عادل بيجيب جون وبيجري على الكابتن حسام، وطبعا هدف محمد صلاح النهاردة هدف ولا أروع. كنت أتمنى بجد إن المباراة تكون النهاردة في استاد القاهرة. طبعا لفتة كبيرة جدا وفرحة اللاعبين النهاردة، كابتن حسام وكابتن إبراهيم حسن. ألف مبروك اللعيبة، لعيبة رجالة على قدر المسؤولية، وفرحة إبراهيم عادل وفرحة تريزيجيه. ألف مبروك جهاز الكابتن حسام حسن، إبراهيم حسن، كابتن محمد عبد الواحد، كابتن طارق سليمان، كابتن سعفان. ومبروك لعيبة منتخب مصر الرجالة اللي قدروا يسعدوا شعب مصر، قدروا يسعدوا الناس اللي بتتنفس كورة، الناس اللي نفسها تفرح. المهمة بقت صعبة على الكابتن حسام والكابتن إبراهيم. المهمة القادمة أفريقيا. أتمنى إن المنتخب يقدر يحقق حاجة كبيرة جدا في أفريقيا. أتمنى طبعا التوأم وشغف لا ينتهي، روح لا تنتهي، وفرحة كبيرة جدا جدا لمنتخب مصر ولاعيبة منتخب مصر والجهاز الفني والطبي والإداري وكل الرجالة، طبعا الجنود المجهولة في الأجهزة الفنية. اتمنى ان المهمه الجايه طبعا هتكون صعبه على الكابتن حسام. خلصنا من التصفيات وخلصنا من تصفيات افريقيا. المحطه الجايه كاس افريقيا هتكون طبعا مهمه صعبه للكابتن حسام واللعيبه، لكن هم قادرين بقياده محمد صلاح. النهارده محمد صلاح الهداف التاريخي لتصفيات كاس العالم برصيد 20 هدف. الهداف التاريخي كله تحته بقى، ايتو تحته، دروجبا تحته، كل الاساطير اللي تتخيلها تحت الاسطوره محمد صلاح. ويمكن وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي وصل لارضيه الملعب عشان يهنئ الكابتن حسام ويهنئ الجهاز الفني. فنيا بقى خلاص فرحنا. نتكلم فنيا، الشوط الثاني فنيا ما كانش على اعلى مستوى. يمكن تحس اللعيبه هديت شويه، خلاص الدنيا هديت. ما كانش في تعاون شويه، ما كانش في تعاون على مستوى الاهداف. كان نفسي نكمل كمان، نسجل 4 5 6، لكن اكتفينا ب3 اهداف. الهدف الثالث كان ولا اروع من كروس باص من مروان عطيه لمحمد صلاح. محمد صلاح قدر يعملها ببطن رجله من فوق الجون كده بطريقه ولا اروع. يعني محمد صلاح طبعا اسطوره مصريه في الملاعب الاوروبيه. طبعا كلنا بنتشرف بيه وفرحه كبيره جدا جدا. انا ما اعرفش ايه اللي اللعيبه رفعاه ده، لكن الف مبروك منتخب مصر. مبروك شعب مصر العظيم التأهل لكأس العالم. عارف ان طموحكم اكبر من كده، عارف ان الناس طموحها كبير جدا جدا، عايزه تنافس على نهائيات كأس العالم، تاخد بطولة افريقيا. الطموح مش عيب، والطموح مشروع لكل الناس، واللعيبه دي ان شاء الله تكون على. وطبعا باشمهندس هاني ابو ريده طبعا موجود، فرحه كبيره جدا جدا. حتى اتحاد الكوره نجاح ان مصر تكون موجوده في كاس العالم. ان شاء الله طموح الناس في مصر كبير. وطبعا الوزير اشرف صبحي، الدكتور اشرف مع الكابتن حسام طبعا بيهنيه بالوصول لكاس العالم. فرحه كبيره جدا جدا يا جماعه. طبعا وصول مصر لكاس العالم ده حدث كبير. يعني الناس طبعا هتقول لك طب بعد ما نوصل لكاس العالم ان شاء الله نوصل ان شاء الله بعد وصولنا لكاس العالم نقدر نقدم حاجه تليق بمصر، تليق بالكابتن حسام حسن كاسطوره في الملعب وكاسطوره كمدرب، واللعيبه اللي عايزاها تعمل تاريخ كبير طبعا. وبالتوفيق طبعا. الماتش الجاي البطوله طبعا بقى هنستنى البطوله. طبعا لسه في ماتش في التصفيات، لكن خلاص يعني تحصيل حاصل. كابتن ابراهيم بيحيي الجمهور طبعا. الناس طبعا طموحها كبير في بطوله افريقيا اللي جايه. اتمنى ان احنا نقدر نحصل على بطوله افريقيا، لان الناس طموحها عالي جدا، بالذات في بطوله افريقيا دي بيكون طموحها كبير جدا. بالتوفيق لمنتخب مصر. الف مبروك كابتن حسام حسن، مبروك شعب مصر، مبروك الاستوديو النهارده. طبعا باشمهندس هاني ابو ريده بيهني الكابتن سيف والكابتن فضل والكابتن عماد متعب، اساطير طبعا. الف مبروك منتخب مصر، الف مبروك كابتن حسام، بالتوفيق دايما ان شاء الله.